السلام عليكم. مصر بتفوز على ملاوي 4-0 خارج الديار، وانا بقول لك ما تتغرش من نتيجه زي كده. ده الطبيعي ان انت تكسب فريق زي ملاوي 4-5 عنده وتكسبه 6-7. يعني فريق في مستوى، يعني ايه، فرق، يعني في فرق في الدوري المصري افضل منه. يعني انت ما بتلعبش يعني منتخبات مستوى اول زي الجزائر او المغرب او السنغال او نيجيريا، فده الطبيعي. وانا واحد بس انا بقول لك في بادره امل شويه، تحس ان في لعيبه ايه، يعني بدأت تجري شوية، تحس ان في حرارة على تيشيرت منتخب مصر. وانا واحد نفسي الكرة بتاعتي ترجع للخلف، يعني الكرة المصرية نفسنا ترجع لورا. الناس كلها تحب تتقدم الا احنا عايزين نرجع، يعني احنا ماضينا افضل من حاضرنا. عندنا كنا بنلعب كرة 2006 2008 2010 خيالية ممتعة. فنشوف نرجع بقى نشوف الناس دي كانت بتعمل ايه. وعشان تبدأ تحل المشكلة دي، عندك مشكلة في الناشئين والواحد اتكلم عنها قبل كده. او نشوف بقى التجربة بتاعت المغرب او بتاعت السنغال. يعني عندك المغرب دلوقتي مفنشه رابع في كاس العالم اللي فات، فالتارجت بتاعها كاس العالم اللي جاي اللي هي تلعب نهائي. دلوقتي المستوى الفرقه اللي بتلعبها او المنتخبات اللي بتجيبها تلعبها البرازيل، بيبص على مستوى عالي وبيكسب البرازيل. وخلي بالك الفرق، مستوى الفرق بينعكس على المنتخب. يعني عندك الوداد السنه اللي فاتت بياخد دوري ابطال افريقيا، السنه دي متصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا. الرجاء متصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا. المغرب ما شاء الله زي ما انت شايف، السنغال زي ما انت شايف. هتيجي بقى على الدوري المصري او الفرق المصريه، هتلاقي الاهلي بيعاني عشان يصعد من دوري ابطال افريقيا، الزمالك خرج. فده منعكس على المنتخب. فاتمنى يا جماعه نشوف، مش عيب اللي انت تشوف الناس دي بتشتغل ازاي وتعمل زيهم. ده بالنسبه لمنتخب مصر. وان شاء الله في بادره امل. يعني ايه، يعني كسبت ملاوي 4 وفريق متواضع، بس ان شاء الله هيبقى فيه افضل. ده بالنسبه للمنتخب. هنيجي بقى للحاجه المستفزه، انقطاع البث من المصدر. انا مش عارف ايه الفساد ده اللي في الاتحاد الافريقي وفي معظم اتحادات الكره في افريقيا. ما خلي بالك يعني ايه، في 2023 مش عارف تظبط يعني الحكام، مش عارف تظبط التصوير والاخراج، مش عارف تظبط الملاعب. انت عندك بتصدر اهم لعيبه دلوقتي في اوروبا، عندك محمد صلاح، عندك صامويل ايتو، عندك ساديو ماني، عندك دروجبا، عندك رياض محرز، وعندك لغايه 2023 مش عارف تظبط حاجات يعني مسلم بيها في الكوره. انا مش فاهم يعني ايه ملخص المباراه انقطع البث من المصدر. يعني انت عايز تقنعني مفيش دول وفرق عالميه بتتفرج عليك؟ انت عندك لعيبه عالميه، عندك عشان كده بيصنفوا افريقيا درجه ثالثه ورابعه. اما بيجي يختاروا في البطولات العالميه والقاريه منتخبات من افريقيا او فرق، اقل فرق بتطلع من افريقيا واقل منتخبات بياخدوها من افريقيا. عشان اللي احنا فيه ده. عندك فساد بس في حاجات مسلم بيها يا عم ممكن تحصل. مش معقوله في 2023 انا لغايه دلوقتي مش عارفه ايه اصور ماتش، مش عارف اطلع ماتش، مش عارف اظبط الحكام، مش عارف اظبط الملاعب. والواحد زهق اقسم بالله. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.